الساعة 3 الصبح، فندق قديم في قلب لوس أنجلوس. الكاميرات شغالة والمصعد واقف عند دور فاضي. باب المصعد يفتح، بنت داخلة لوحدها، تبص يمين تبص شمال، تستخبى جوه الكابينة كأن في حد بيجري وراها. تدوس على كل الأزرار مرة واحدة، الباب مش راضي يقفل. هي بتكلم حد بس مفيش حد ظاهر في الفيديو. بعدها بكام دقيقة تخرج من الكاميرا وتختفي. بعدها بأسابيع جثة البنت دي تتلاقى فوق سطح الفندق جوه خزان مية. المشكلة مفيش أي كاميرا صورتها وهي طالعة السطح، ومفيش دليل إن حد لمسها. السؤال بقى، إيه اللي حصل الليلة دي؟ حادث؟ انتحار؟ ولا في حد تاني في الصورة إحنا مش شايفينه؟ النهاردة هنفتح ملف واحد من أغرب وأرعب قضايا الاختفاء في القرن الحديث. بس قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص الغامضة والتحقيقات اللي ورا الكواليس، اشترك في قناة الليل له حكاية وفعل الجرس عشان كل ليلة ليها سر وإحنا اللي هنحكيه. يلا بينا نبدأ الحكاية. سنة 2013، بنت عندها 21 سنة، طالبة جامعية من كندا، ذكية هادية بتحب السفر والمغامرة. قررت تاخد أجازة لوحدها، رحلة لولاية كاليفورنيا. ناس كتير قالت بنت صغيرة تسافر لوحدها، بس هي كانت بتحب الاستقلال، وكان عندها مدونة على الإنترنت بتكتب فيها أفكارها ومشاعرها. وصلت لوس أنجلوس واختارت فندق مشهور بس سمعته مش أحسن حاجة. فندق قديم جدا، قصته مليانة جرايم وانتحارات، ونزل فيه قبل كده مجرمين معروفين، بس سعره كان رخيص ومكانه في نص المدينة. أول يومين كل حاجة طبيعية، بعتت لأهلها، نزلت صور، خرجت تتمشى. لكن بعدها حصل تغيير. إدارة الفندق اشتكت إنها بتتصرف بغرابة. زميلاتها في الأوضة قالوا إنها كانت بتتصرف بطريقة غريبة. الفندق نقلها لأوضة لوحدها. آخر مرة اتشافت فيها كانت يوم 31 يناير. بعدها مفيش أي أثر. أهلها حاولوا يتواصلوا معاها، مفيش رد. بلغوا الشرطة والتحقيق بدأ. بعد أيام من البحث، الشرطة قررت تراجع كاميرات المراقبة، وهنا ظهر الفيديو اللي قلب الدنيا، فيديو المصعد. البنت داخلة الكابينة، حركاتها متوترة كأنها شايفة حاجة مش شايفينها. تستخبى في الركن، تبص بره، تعمل حركات بإيديها كأنها بتتكلم مع حد، بس مفيش حد ظاهر. الموضوع بقى مرعب أكتر لما الناس بدأت تحلل الفيديو. في ناس قالت في حد بره الكاميرا، ناس تانية قالت الفيديو متعدل متبطأ. لكن السؤال الأهم، لو كانت خايفة من حد، فين الشخص ده؟ مفيش أي كاميرا في الفندق سجلت حد بيجري وراها، مفيش حد دخل المصعد بعدها، كأنها لوحدها. المكان اللي حصلت فيه القصة دي كان معروف بتاريخه الأسود. جرايم قتل، انتحارات، قصص عن نزلاء اختفوا. الناس بدأت تربط بين الماضي والحاضر. هل المكان نفسه ليه تأثير ولا ده مجرد صدفة؟ وبعد أسبوعين نزلاء الفندق بدأوا يشتكوا. المية لونها غامق، طعمها غريب، ريحة مش طبيعية. الإدارة طلعت عمال يصلحوا المشكلة. واحد من العمال طلع فوق السطح عند خزانات المية، فتح الغطا وشاف حاجة عمره ما هينساها: جثة البنت جوه خزان المية. وهنا القضية اتحولت من اختفاء إلى لغز مرعب محدش فهمه.
إزاي طلعت فوق؟ الباب المؤدي للسطح كان مقفول وفي إنذار بيتفعل لو حد فتحه. مفيش كاميرات صورتها. الخزان ارتفاعه كبير وغطاه تقيل. إزاي بنت وزنها خفيف تفتحه وتدخل جوه وتقفل وراها؟ ولا حد قفل عليها؟ لحد اللحظة دي القصة باين إنها غريبة، بس اللي جاي هيخليك تعيد التفكير في كل حاجة. بعد ما اتلقت الجثة فوق سطح الفندق، التحقيق دخل مرحلة تانية خالص. الموضوع ما بقاش بنت اختفت، بقى ازاي وصلت هناك. التقرير قال إن مفيش آثار عنف واضحة، مفيش كسور خطيرة، مفيش علامات مقاومة. سبب الوفاة الغرق، بس في تفاصيل صغيرة خلت ناس كتير تشك. اتقال إن ملابسها كانت مخلوعة جزئياً، اتقال إن مفيش دليل اعتداء جنسي، اتقال إن نسبة الكحول والمخدرات في جسمها قليلة جداً، يعني لا كانت تحت تأثير حاجة قوية ولا في دليل إن حد ضربها. طب نرجع خطوة ورا، إزاي أصلاً طلعت على السطح؟ إدارة الفندق قالت إن باب السطح عليه إنذار، لو حد فتحه الألارم بيشتغل فوراً، لكن مفيش سجل لأي إنذار اتفعل الليلة دي. في رواية تانية ظهرت بعد كده قالت إن في سلم حريق جانبي ممكن يوصل للسطح من غير ما يعدي على الباب الأساسي. يعني هل كانت لوحدها ولا حد كان عارف المكان أكتر منها؟ الخزان ارتفاعه أكتر من 2 متر، الغطا تقيل جدا. هل تقدر بنت وزنها خفيف تفتحه لوحدها وتتسلق وتنزل جوه؟ ولو نزلت ليه تقفل الغطا عليها؟ ولا الغطا اتقفل بعدها؟ ناس كتير حللت فيديو المصعد، قالوا إن في ثواني متقطعة، إن في جزء متشال، إن سرعة الفيديو أبطأ من الطبيعي. هل الشرطة عدلت الفيديو قبل نشره؟ ولو ليه؟ هل في شخص تاني كان واقف بره الكاميرا واتشال من النسخة المعروضة؟ ولا كل ده مجرد خيال إنترنت؟ اتكشف بعد كده إن البنت كانت بتعاني من اضطراب ثنائي القطب، وكانت بتاخد أدوية بانتظام. بعض الأطباء قالوا لو بطلت الدواء فجأة ممكن تدخل في نوبة هوس أو هلوسة، يعني ممكن تكون شافت حاجة مش موجودة، ممكن تكون كانت بتهرب من وهم. الفيديو فعلا بيورينا تصرفات غريبة، حركات إيدين غير مفهومة، نظرات في فراغ. بس هل ده تفسير كافي إنها تطلع سطح فندق وتنزل جوه خزان مية؟ في ناس قالت جريمة قتل، في ناس قالت انتحار، في ناس قالت حادث بسبب نوبة نفسية، وفي ناس دخلت الموضوع في سكة تانية خالص. قالوا إن الفندق ليه تاريخ أسود وإن المكان ملعون، لكن الحقيقة التحقيق الرسمي أقفل القضية. الحكم النهائي وفاة عرضية بسبب الغرق مع احتمالية اضطراب نفسي. القضية اتقفلت، بس السؤال لسه مفتوح. لو كانت لوحدها ليه المصعد فضل مفتوح بالشكل ده؟ ليه كانت بتبص بره الكاميرا كأن في حد قدامها؟ ليه مفيش كاميرا واحدة صورتها وهي طالعة؟ أحياناً أكتر حاجة مرعبة في القصة إن مفيش إجابة واضحة. يمكن اللي حصل بسيط جداً، ويمكن إحنا اللي بنحاول نخلق غموض. بس الفيديو لحد النهاردة بيخلي أي حد يشوفه يحس إن في حاجة ناقصة، حاجة مش باينة، ويمكن مش المفروض تبان.